قصة بلال بن رباح رضي الله عنه من أسمى معاني الإيمان والصبر هي قدرة الإنسان على تحمل الشدائد في سبيل الله. قصة الصحابي بلال بن رباح الذي كان عبدا مملوكا في مكة هي واحدة من أعظم قصص الصبر والإيمان. رغم المعاناة التي تعرض لها، أصبح بلال رمزا للثبات والإيمان. النص التفصيلي: بلال بن رباح كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل، وقد أسلم في مكة في وقت مبكر، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف أحد أعداء الإسلام. عندما أسلم بلال، تعرض لأبشع أنواع التعذيب على يد سيده أمية، الذي كان يضعه في صحراء مكة الحارقة ويضع على صدره صخرة كبيرة ليمنعه من التنفس. كان يقول له: لن تخرج من هنا حتى تكفر بمحمد. لكن بلالا ظل ثابتا، لم يرضخ لهذا التعذيب. كان يردد في قلبه وفي لسانه كلمة واحدة: أحد أحد، أي أن الله هو الواحد الأحد، لا إله إلا هو. كان هذا الثبات في الإيمان هو سلاحه في مواجهة العذاب. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فاشترى بلالا من سيده وأعتقه. ومنذ ذلك اليوم أصبح بلال من الصحابة المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الهجرة إلى المدينة، أصبح بلال هو أول من يؤذن في الإسلام. كان صوته عذبا وقويا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع أذانه. في يوم فتح مكة، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة منتصرة، أمر بلالا أن يؤذن على سطح الكعبة، ليكون هذا الأذان شهادة على انتصار الحق على الباطل. الدروس المستفادة: الصبر على الأذى في سبيل الله هو من أعظم العبادات، وقد يؤدي إلى رفع شأن الإنسان في الدنيا والآخرة. الثبات على الإيمان لا يتأثر بالظروف مهما كانت قاسية، فقد كان بلال نموذجا رائعا في التمسك بالإيمان أمام العذاب. العز بالتحرر من العبودية للأشخاص والعبودية لله وحده هو ما يحقق للإنسان شرفا ومقاما عظيما. النهاية: قصة بلال بن رباح رضي الله عنه هي درس في الصبر والثبات على الحق. لنذكر دائما أنه مهما كانت المحن التي نواجهها، فإن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، وأن الإيمان به هو مفتاح كل نصر. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واهتمامه بالفقراء المقدمة: العظمة الحقيقية في القيادة تكمن في حسن العناية بالضعفاء والمحتاجين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني للمسلمين، كان نموذجا حقيقيا للحاكم العادل الذي يهتم بأدق تفاصيل حياة رعاياه، خاصة الضعفاء والفقراء. النص التفصيلي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معروفا بعدله وحكمته في إدارة شؤون الدولة الإسلامية، ولكنه كان يهتم بشكل خاص بالفقراء والمحتاجين. في يوم من الأيام، كان عمر يتجول في شوارع المدينة ليطمئن على أحوال الناس، وكان يراقب بقلق الشارع الذي يمر به. بينما كان يسير في أحد الأزقة، لفت نظره امرأة مسنة تجلس مع أطفالها في زاوية، يبدو عليهم الجوع والفقر. اقترب منها عمر وسألها عن حالها. أخبرته أنها أرملة، وأن أطفالها يعانون من الجوع، وأنها لا تملك ما تطعمهم. قرر عمر أن يساعدها. عاد إلى بيت المال وأخذ كيسا من الطعام، وذهب إلى بيتها بنفسه. وعندما وصل، قدم لها الطعام وقال لها: هذه هدية من خليفة المسلمين، فاطمئني. لكن عمر بن الخطاب لم يقتصر على إطعامها فقط، بل قرر أن يخصص لها راتبا شهريا من بيت المال كي تعيش حياة كريمة. كان يعتبر أن هذا هو واجبه تجاه رعاياه، وأن كل شخص في الدولة يجب أن يحصل على حقوقه، سواء كان غنيا أو فقيرا. الدروس المستفادة: القيادة الحقيقية ليست في القوة والسلطة، بل في الاهتمام بالفقراء والمحتاجين. العدالة والمساواة بين الناس لا تقتصر على المال والموارد، بل تشمل العناية بكل فرد في المجتمع. الحاكم الصالح هو الذي يتعرف على مشاكل شعبه ويسعى لحلها، مهما كانت بسيطة أو كبيرة. النهاية: عمرو بن الخطاب رضي الله عنه علمنا أن القيادة لا تكون بالسلطة فقط، بل بالحس الإنساني والعدل بين الناس. فلنتبع هذا المثال في حياتنا اليومية، ولنحرص على مساعدة المحتاجين في مجتمعنا. قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبطولته أمام الحجاج المقدمة: في أعظم لحظات الشجاعة والإيمان يظهر الإنسان الحقيقي الذي لا يهاب الموت في سبيل الحق. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو أحد الصحابة الأبطال الذين وقفوا في وجه الظلم حتى آخر لحظة من حياتهم. النص التفصيلي: عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان من أبرز الصحابة وأبناء الصحابة. كان يتصف بالشجاعة والإيمان العميق. في فترة خلافة عبد الملك بن مروان،
كان هناك صراع على السلطة في العالم الإسلامي، حيث كان الحجاج بن يوسف الثقفي أحد القادة الذين اختارهم عبد الملك بن مروان لتحقيق أهدافه بالقوة. عندما بدأ الحجاج بن يوسف محاصرته للمسلمين في مكة المكرمة، انطلق عبد الله بن الزبير لمواجهة الحجاج. كان متمسكا بمواقفه ضد ظلم الحجاج، وأصر على مواجهة الظالمين حتى النهاية. حاول الحجاج ضربه بكل وسائل الضغط، ولكن عبد الله بن الزبير ظل ثابتا. كان الحجاج يحاصره في المسجد الحرام، ولكن عبد الله بن الزبير رفض الاستسلام. استمر في صلاته ودعائه معتصما بالله حتى جاء اليوم الذي نال فيه الشهادة على يد الحجاج، ليحفظ تاريخ الشجاعة والإيمان في وجه الظلم. الدروس المستفادة: الثبات على الحق مهما كانت الظروف هو أعظم شجاعة. الإيمان بالله والتوكل عليه هو ما يجعل الإنسان قويا في مواجهة التحديات. الشهادة في سبيل الله هي أسمى درجات العزة، وتظل ذكرى عبد الله بن الزبير تعبيرا عن الثبات والإيمان. النهاية: عبد الله بن الزبير رضي الله عنه علمنا أن البقاء على الحق والمقاومة في وجه الظلم هو أعظم ما يمكن أن يفعله الإنسان. فلنستلهم من شجاعته، ولنظل ثابتين على الحق في كل معركة نواجهها في حياتنا. قصة المرأة التي دخلت النار بسبب قطة. كم من مرة نغفل عن تأثير أفعالنا الصغيرة؟ في هذه القصة نتعلم أن الله لا يغفر فقط للعبادات الكبرى، بل يهتم أيضا بأفعالنا اليومية الصغيرة. قصة المرأة التي دخلت النار بسبب قطة تذكرنا بأهمية الرحمة في تعاملنا مع الحيوانات. النص التفصيلي: يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تعرف بأنها امرأة عابدة، لكنها كانت قاسية القلب تجاه الحيوانات. في يوم من الأيام، بينما كانت هذه المرأة في منزلها، رأت قطة جائعة تبحث عن طعام. لم تجد القطة ما تأكله، فبدأت تبحث في كل مكان، لكن المرأة كانت مشغولة بالعبادات ولم تهتم لها. مرت أيام، وفي النهاية قررت المرأة أن تحبس القطة في مكان ضيق دون أن تطعمها حتى ماتت القطة جوعا. بعد موتها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة، فقال له الله إنها دخلت النار بسبب قسوتها على القطة، رغم أنها كانت تقوم بالكثير من الأعمال الصالحة. عبرة من القصة: لقد دخلت هذه المرأة النار بسبب إهمالها للرحمة بالحيوان رغم عباداتها العديدة. وفي المقابل، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي بالرحمة بالحيوانات. في حديث آخر قال: في كل كبد رطبة أجر، يعني أن الرحمة بأي كائن حي سواء كان حيوانا أو إنسانا تعتبر من الأعمال العظيمة في نظر الله. الدروس المستفادة: الرحمة بالحيوانات أمر عظيم في الإسلام، واحتساب الأجر عند الله يكون حتى في الأعمال الصغيرة. لا يكفي أن نكون صالحين في عباداتنا فقط، بل يجب أن نكون صالحين في تعاملنا مع خلق الله. يجب أن نتذكر دائما أن الله لا يغفر فقط الأعمال الكبيرة، بل حتى الأفعال الصغيرة التي تنبع من القلب الطيب. تعلمنا هذه القصة أن الرحمة هي أساس من أسس تعاليم الإسلام، وأن الله لا يرحم إلا من يرحم. فلنكن دائما رحماء مع كل من حولنا، حتى الحيوانات، لأن الله يحاسبنا على كل تصرفاتنا. قصة صلاح الدين الأيوبي وفتح القدس. في تاريخنا الإسلامي هناك شخصيات عظيمة تركت بصمة لا تنسى. صلاح الدين الأيوبي هو واحد من هؤلاء، الذي استطاع أن يعيد القدس إلى المسلمين بعد فترة طويلة من الاحتلال الصليبي. لكن قصته لا تقتصر على البسالة في الحرب، بل على مواقفه الإنسانية والإيمانية. النص التفصيلي: صلاح الدين الأيوبي، القائد المسلم الذي خاض العديد من المعارك، كان حلمه الأكبر هو تحرير القدس من الاحتلال الصليبي. بعد أن مر المسلمون بسنوات طويلة تحت حكم الصليبيين الذين فرضوا عليهم ضرائب ثقيلة واستباحوا المقدسات الإسلامية، قرر صلاح الدين أن يكون هو الرجل الذي يعيد القدس إلى الأمة الإسلامية. بدأ صلاح الدين حملة عسكرية واسعة لاستعادة القدس، وعرف بتكتيكه العسكري المتقن وحكمته في المعارك. كانت معركة حطين في عام 1187 ميلادي هي أبرز معركة في هذه الحملة، حيث استطاع صلاح الدين أن يحقق انتصارا كبيرا على جيش الصليبيين، مما أتاح له اقتحام القدس بعد ذلك. عندما وصل صلاح الدين إلى القدس، كانت المدينة مدمرة، وجنبه الجنود الصليبيون لم يرحموا أهل المدينة. ولكن صلاح الدين قرر أن يفتح المدينة بحكمة ورحمة. لم يقتل أو يذل الأسرى من الصليبيين، بل عفى عنهم وعاملهم معاملة حسنة، بل سمح للعديد منهم بالخروج بأمان.
الدروس المستفادة: صلاح الدين الأيوبي لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان قائدا إنسانيا يعامل أعداءه بحكمة ورحمة. العدل هو أساس الحكمة في القيادة، فقد أدرك أن القدس لا تعود فقط بالقوة العسكرية، بل بالرحمة والعفو. يجب أن نتحلى بالعدالة والرحمة في كل أفعالنا، حتى في أصعب الظروف. النهاية: صلاح الدين الأيوبي علمنا أن النصر لا يأتي فقط بالأسلحة، بل بالعدل والرحمة، وأن القيادة الحقيقية هي التي تجمع بين القوة والحكمة. فلنتبع مثاله في حياتنا اليومية، ونسعى لتحقيق العدل والرحمة في كل عمل نقوم به. هل ترغب في قصة يوسف عليه السلام وصبره على البلاء؟ المقدمة: قصة يوسف عليه السلام هي من أروع القصص التي تحمل في طياتها دروسا عظيمة في الصبر والتوكل على الله والمضي قدما في الحياة رغم المصاعب. يوسف عليه السلام مر بتجارب قاسية، لكن الله سبحانه وتعالى كان دائما معه. النص التفصيلي: كان يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام، وكان محبوبا من قبل والده أكثر من إخوته، مما جعلهم يشعرون بالغيرة والحسد. وفي يوم من الأيام قرر إخوته أن يلقوا يوسف في الجب ليبعدوه عنهم، فأخذوه إلى الصحراء وطرحوه في الجب، وعادوا إلى والدهم يعقوب وقالوا له: لقد أكلته الذئب. لكن الله كان له تدبير آخر، فمر قافلة على الجب وعثروا على يوسف عليه السلام وأخذوه معهم إلى مصر، حيث بيع كعبد في سوق العبيد. هناك كان يوسف عليه السلام يعمل في منزل عزيز مصر، ولكن زوجة العزيز كانت تفتن به، فرفض يوسف عليه السلام أن يستجيب لها قائلا: معاذ الله. رغم براءته تم سجنه ظلما بعد أن اتهمته امرأة العزيز كذبا، فدخل السجن، ولكنه لم يفقد الأمل بالله. استمر في عبادة الله ودعوة السجناء إلى التوحيد، حتى أصبح معروفا بحسن خلقه وفطنته. بعد سنوات جاء الفرج عندما طلب ملك مصر من يوسف عليه السلام تفسير حلمه، وهو ما حدث بالفعل. ففسر يوسف الحلم بذكاء، فتم تعيينه وزيرا في مصر. وفي النهاية، عندما اجتمع إخوته مع يوسف في مصر أثناء المجاعة، عرفهم وهو في منصب عظيم. بدلا من أن ينتقم منهم، عفى عنهم وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. يوسف 90. الدروس المستفادة: الصبر على البلاء هو مفتاح الفرج، ولا يجب أن نستسلم عندما نواجه التحديات. التوكل على الله والإيمان بتدبيره هو ما يجعل الإنسان قويا في مواجهة الأزمات. العفو عن الآخرين، حتى لو كانوا ظلموا الإنسان، هو من أعظم الفضائل التي يجب أن يتحلى بها المؤمن. النهاية: قصة يوسف عليه السلام تذكرنا أن الله لا ينسى عباده الصابرين، وأن الفرج قادم لا محالة مهما طال الزمن. لنتعلم من يوسف عليه السلام كيف نواجه البلاء بالصبر، وكيف نغفر لمن أخطأ في حقنا. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ونجاته من النار المقدمة. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أحد أعظم الأنبياء في تاريخ البشرية، وكان له إيمان عظيم بالله وقدوة في الثبات على الحق. قصة نجاته من النار هي معجزة تذكرنا بعظمة الله وقدرته على حماية عباده المؤمنين. النص التفصيلي: كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يعيش في زمن كان الناس فيه يعبدون الأصنام. دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله وحده، ولكنه قوبل بالتكذيب والرفض من قبلهم، فقرروا أن يعاقبوه على دعوته، فجمعوا الحطب وأشعلوا النار في مكان عميق وأرادوا أن يلقوه فيها. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر قوته وعظمته، فقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأنبياء 69. وعندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار لم يصب بأذى، بل كانت النار بردا وسلاما عليه، فخرج منها سالما بإرادة الله. هذه المعجزة كانت علامة على إيمان إبراهيم القوي بالله، وأنه لا شيء يمكن أن يؤذيه إذا كان الله معه. وبعد نجاته استمر في دعوته إلى الله، وأصبح نبيا عظيما له مكانة كبيرة في التاريخ. الدروس المستفادة: الإيمان بالله والثقة فيه تجلب الحماية والنجاة من كل مكروه. عندما تكون الدعوة إلى الحق، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين ويمنحهم القوة. لا شيء في الدنيا يمكن أن يؤذي المؤمن إذا كان الله معه، فالله قادر على حماية عباده من أي مكروه. النهاية: قصة نجاته من النار تذكرنا بقوة الله وقدرته على تغيير مجريات الأمور لصالح المؤمنين. فلنتذكر أن الله مع من آمنوا به، وأنه قادر على حماية عباده من كل مكروه مهما كانت الظروف. قصة الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه وبطولته في المعارك المقدمة. خالد بن الوليد
أحد أعظم القادة العسكريين في تاريخ الإسلام، كان معروفا بشجاعته وبراعته في المعارك، لكن خلف بطولاته العظيمة كان لديه إيمان قوي بالله، وكان دائما يحرص على أن تكون نيته مخلصة لله وحده. النص التفصيلي: خالد بن الوليد رضي الله عنه كان من أبرز القادة العسكريين في جيش المسلمين، كان له دور كبير في معركة مؤتة، حيث قاتل المسلمين مع جيش روماني ضخم، ورغم العدد القليل للمسلمين قاتلوا بشجاعة كبيرة. في تلك المعركة كان خالد هو من قاد جيش المسلمين بعد استشهاد القادة، وتمكن من الهروب بالجيش المسلم إلى مكان آمن. وفي معركة اليرموك، وهي واحدة من أعظم المعارك في تاريخ الإسلام، قاد خالد بن الوليد جيش المسلمين ضد الجيش البيزنطي، وحقق النصر بفضل خططه العسكرية الحكيمة وشجاعة جنوده. ورغم فوزه في المعركة، كان دائما يحترم القيم الإنسانية في الحرب، ولا يقتل أو يجرح إلا من يستحق ذلك. خالد بن الوليد رضي الله عنه لقب بسيف الله المسلول بسبب بسالته في القتال، لكنه كان يعتقد أن النصر الحقيقي ليس في المعركة، بل في الإخلاص لله في كل عمل. الدروس المستفادة: الإيمان بالله هو أساس كل انتصار في الحياة، سواء في المعارك أو في أي تحد آخر. الشجاعة والبطولة تأتي من الإخلاص في العمل والنية الصافية. لا بد للقائد أن يكون حكيما في قراراته، ويضع مصلحة جيشه وأمته قبل أي شيء آخر. النهاية: خالد بن الوليد رضي الله عنه علمنا أن البطولة ليست في القتال فقط، بل في الإيمان والعمل الصادق في سبيل الله. فلنستلهم من بطولاته في الحياة اليومية، ونحرص على الإخلاص لله في كل ما نقوم به. هل ترغب في المزيد من القصص أو تفاصيل إضافية؟ قصة يوسف عليه السلام وصبره على البلاء. المقدمة: قصة يوسف عليه السلام هي من أروع القصص التي تحمل في طياتها دروسا عظيمة في الصبر والتوكل على الله والمضي قدما في الحياة رغم المصاعب. يوسف عليه السلام مر بتجارب قاسية، لكن الله سبحانه وتعالى كان دائما معه. النص التفصيلي: كان يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام، وكان محبوبا من قبل والده أكثر من إخوته، مما جعلهم يشعرون بالغيرة والحسد. وفي يوم من الأيام قرر إخوته أن يلقوا يوسف في الجب ليبعدوه عنهم، فأخذوه إلى الصحراء وطرحوه في الجب، وعادوا إلى والدهم يعقوب وقالوا له: لقد أكلته الذئب. لكن الله كان له تدبير آخر، فمر قافلة على الجب وعثروا على يوسف عليه السلام وأخذوه معهم إلى مصر، حيث بيع كعبد في سوق العبيد. هناك كان يوسف عليه السلام يعمل في منزل عزيز مصر، ولكن زوجة العزيز كانت تفتن به، فرفض يوسف عليه السلام أن يستجيب لها قائلا: معاذ الله. رغم براءته تم سجنه ظلما بعد أن اتهمته امرأة العزيز كذبا، فدخل السجن، ولكنه لم يفقد الأمل بالله. استمر في عبادة الله ودعوة السجناء إلى التوحيد حتى أصبح معروفا بحسن خلقه وفطنته. بعد سنوات جاء الفرج عندما طلب ملك مصر من يوسف عليه السلام تفسير حلمه، وهو ما حدث بالفعل. ففسر يوسف الحلم بذكاء، فتم تعيينه وزيرا في مصر. وفي النهاية عندما اجتمع إخوته مع يوسف في مصر أثناء المجاعة، عرفهم وهو في منصب عظيم. بدلا من أن ينتقم منهم، عفى عنهم وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. يوسف 90. الدروس المستفادة: الصبر على البلاء هو مفتاح الفرج، ولا يجب أن نستسلم عندما نواجه التحديات. التوكل على الله والإيمان بتدبيره هو ما يجعل الإنسان قويا في مواجهة الأزمات. العفو عن الآخرين حتى لو كانوا ظلموا الإنسان هو من أعظم الفضائل التي يجب أن يتحلى بها المؤمن. النهاية: قصة يوسف عليه السلام تذكرنا أن الله لا ينسى عباده الصابرين، وأن الفرج قادم لا محالة مهما طال الزمن. لنتعلم من يوسف عليه السلام كيف نواجه البلاء بالصبر، وكيف نغفر لمن أخطأ في حقنا. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ونجاته من النار المقدمة. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أحد أعظم الأنبياء في تاريخ البشرية، وكان له إيمان عظيم بالله وقدوة في الثبات على الحق. قصة نجاته من النار هي معجزة تذكرنا بعظمة الله وقدرته على حماية عباده المؤمنين. النص التفصيلي: كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يعيش في زمن كان الناس فيه يعبدون الأصنام. دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله وحده، ولكنه قوبل بالتكذيب والرفض من قبلهم، فقرروا أن يعاقبوه على دعوته، فجمعوا الحطب وأشعلوا النار في مكان عميق، وأرادوا أن يلقوه فيها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر قوته وعظمته، فقال للنار:
وسلاما على إبراهيم. الأنبياء 69. وعندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار لم يصب بأذى، بل كانت النار بردا وسلاما عليه، فخرج منها سالما بإرادة الله. هذه المعجزة كانت علامة على إيمان إبراهيم القوي بالله، وأنه لا شيء يمكن أن يؤذيه إذا كان الله معه. وبعد نجاته استمر في دعوته إلى الله، وأصبح نبيا عظيما له مكانة كبيرة في التاريخ. الدروس المستفادة: الإيمان بالله والثقة فيه تجلب الحماية والنجاة من كل مكروه. عندما تكون الدعوة إلى الحق فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين ويمنحهم القوة. لا شيء في الدنيا يمكن أن يؤذي المؤمن إذا كان الله معه، فالله قادر على حماية عباده من أي مكروه. النهاية: قصة نجاته من النار تذكرنا بقوة الله وقدرته على تغيير مجريات الأمور لصالح المؤمنين، فلنتذكر أن الله مع من آمنوا به، وأنه قادر على حماية عباده من كل مكروه مهما كانت الظروف. قصة الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه وبطولته في المعارك المقدمة. خالد بن الوليد أحد أعظم القادة العسكريين في تاريخ الإسلام، كان معروفا بشجاعته وبراعته في المعارك، لكن خلف بطولاته العظيمة كان لديه إيمان قوي بالله، وكان دائما يحرص على أن تكون نيته مخلصة لله وحده. النص التفصيلي: خالد بن الوليد رضي الله عنه كان من أبرز القادة العسكريين في جيش المسلمين. كان له دور كبير في معركة مؤتة، حيث قاتل المسلمين مع جيش روماني ضخم، ورغم العدد القليل للمسلمين قاتلوا بشجاعة كبيرة. في تلك المعركة كان خالد هو من قاد جيش المسلمين بعد استشهاد القادة، وتمكن من الهروب بالجيش المسلم إلى مكان آمن. وفي معركة اليرموك، وهي واحدة من أعظم المعارك في تاريخ الإسلام، قاد خالد بن الوليد جيش المسلمين ضد الجيش البيزنطي، وحقق النصر بفضل خططه العسكرية الحكيمة وشجاعة جنوده. ورغم فوزه في المعركة كان دائما يحترم القيم الإنسانية في الحرب، ولا يقتل أو يجرح إلا من يستحق ذلك. خالد بن الوليد رضي الله عنه لقب سيف الله المسلول بسبب بسالته في القتال، لكنه كان يعتقد أن النصر الحقيقي ليس في المعركة بل في الإخلاص لله في كل عمل. الدروس المستفادة: الإيمان بالله هو أساس كل انتصار في الحياة، سواء في المعارك أو في أي تحدي آخر. الشجاعة والبطولة تأتي من الإخلاص في العمل والنية الصافية. لا بد للقائد أن يكون حكيما في قراراته، ويضع مصلحة جيشه وأمته قبل أي شيء آخر. النهاية: خالد بن الوليد رضي الله عنه علمنا أن البطولة ليست في القتال فقط، بل في الإيمان والعمل الصادق في سبيل الله. فلنستلهم من بطولاته في الحياة اليومية، ونحرص على الإخلاص لله في كل ما نقوم به. قصة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعته إلى السماء المقدمة. عيسى عليه السلام هو واحد من أعظم الأنبياء الذين بعثهم الله برسالاته إلى بني إسرائيل، وكان له معجزات عظيمة أظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن أروع القصص التي حدثت في حياته هي قصة رفعه إلى السماء، التي تروي لنا الكثير عن صدقه وإيمانه بالله. النص التفصيلي: سيدنا عيسى عليه السلام كان يتبع سنة الله في دعوته، ويعلم الناس التوحيد ويحذرهم من الشرك. كان لديه العديد من المعجزات التي أثرت في الناس، مثل إحياء الموتى وشفاء المرضى من الأمراض المستعصية. ولكن رغم كل هذه المعجزات كان هناك من كذب به وكفر برسالته. وفي أحد الأيام اجتمع البعض من أعداء عيسى عليه السلام للكيد له، وظنوا أنهم قادرون على التخلص منه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له النجاة. في لحظة من اللحظات عندما كان عيسى عليه السلام مع تلاميذه، جاء جبريل عليه السلام ليأخذ عيسى إلى السماء، فرفعه الله إليه. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة النساء: إني متوفيك ورافعك إلي. النساء 57. وهذه الآية تشير إلى أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وأنه لم يصلب كما ظن أعداؤه، بل نجاه الله من مكائدهم. الدروس المستفادة: الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينجينا من كل مكروه ويحيطنا برحمته في أصعب اللحظات. الثبات على الحق وعدم الخوف من الناس هو ما يجب أن نتحلى به في حياتنا. معجزات الأنبياء هي دليل على قدرة الله العظيمة ورحمتها بعباده. النهاية: قصة رفع عيسى عليه السلام إلى السماء تذكرنا أن الله لا يترك عباده في الشدائد، وأنه دوما مع الذين يصدقون في إيمانهم مهما كانت التحديات. علينا أن نتمسك بالحق ولا نخف في سبيل الله. قصة سيدنا نوح عليه السلام والطوفان المقدمة
قصة سيدنا نوح عليه السلام هي واحدة من أعظم القصص التي تروي لنا معاناة النبي الذي بعثه الله لقومه الذين استكبروا على الإيمان. هذه القصة تحمل في طياتها دروسا عظيمة في الصبر والإيمان العميق بالله. النص التفصيلي: كان سيدنا نوح عليه السلام يرسل إلى قومه الذين عبدوا الأصنام وابتعدوا عن عبادة الله. استمر نوح عليه السلام في دعوتهم إلى التوحيد والصلاح لمدة طويلة جدا، ولكنهم ظلوا يعاندون ويكذبون. كان نوح عليه السلام يدعوهم ليلا ونهارا ويحثهم على التوبة، ولكنه كان يواجه الإعراض والرفض منهم. أثناء تلك الفترة أمر الله نوحا أن يبني سفينة كبيرة على الجبل، رغم أن القوم كانوا يستهزئون به. قال الله له في القرآن الكريم: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. المؤمنون 27. كان نوح عليه السلام يبني السفينة في مكان بعيد عن البحر، وكان القوم يستهزئون به قائلين: كيف تبني سفينة في مكان لا يوجد فيه ماء؟ ثم جاء أمر الله وبدأ الطوفان العظيم، حيث أمطرت السماء وأخرجت الأرض ماءها، فغرق كل من كذبوا بنوح ومنعوه من دعوته. لكن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا ومن آمن معه في السفينة. وكانت السفينة تحمل من كل نوع من أنواع الكائنات الحية لتستمر الحياة بعد الطوفان. الدروس المستفادة: الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله هو من أعظم أشكال العبادة. لا يفلح الكافرون الذين يعاندون الحق مهما طال الزمان. الله سبحانه وتعالى ينجينا من المصائب إذا تمسكنا بالإيمان والعمل الصالح. النهاية: قصة سيدنا نوح عليه السلام تذكرنا أن الثبات على الحق والصبر على المكاره، حتى وإن كان الناس يستهزئون بنا، هو الطريق إلى النجاة. لا بد أن نعلم أن الله مع الصابرين، وأنه قادر على أن ينجينا في أحلك الظروف. قصة معجزة شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام. المقدمة: من أعظم معجزات الله التي حدثت في تاريخ الأنبياء هي معجزة شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام. هذه القصة ليست مجرد معجزة، بل هي درس في الإيمان والثقة بالله في أصعب اللحظات. النص التفصيلي: سيدنا موسى عليه السلام كان قد بعثه الله إلى فرعون الذي كان ملكا جبارا مستكبرا، وكان يعذب بني إسرائيل ويستعبدهم. بعد أن أظهر الله معجزات على يد موسى عليه السلام وواجه فرعون عنادا شديدا، أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، حيث كانت حياتهم مليئة بالظلم. ولكن عندما خرج موسى وقومه تبعهم فرعون وجنوده، وأصبحوا محاصرين بين البحر الأحمر وجنود فرعون. في تلك اللحظة شعر بني إسرائيل بالخوف وقالوا لموسى: إنا لمدركون. الشعراء 61. لكن موسى عليه السلام كان يثق بالله تماما وقال لهم: كلا إن معي ربي سيهدين. الشعراء 62. ثم أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يضرب بعصاه البحر، ففعل موسى فشق الله البحر إلى 12 طريقا، كل طريق كان مثل الجبل العظيم، فمر موسى وقومه بأمان بينما غرق فرعون وجنوده في البحر. الدروس المستفادة: الثقة بالله في أصعب اللحظات هي السبيل للنجاة. المعجزات تحدث عندما يكون الإيمان بالله قويا وهو قادر على كل شيء. يجب أن نتمسك بالله في كل موقف حتى وإن بدت الظروف صعبة. النهاية: قصة شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام تذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب النجاة في أوقات الشدة، وأن الثقة بالله هي الطريق الوحيد للخلاص من الظلم والمحن. هل ترغب في المزيد من القصص أو تفاصيل إضافية؟ ختامه قصة تخاريف للضحك. فقط في يوم من الأيام قرر علي أن يروي لأصدقائه قصة غريبة، فجلسوا جميعا حوله وقال لهم: مرة كنت في غابة كبيرة، وفجأة شفت فيلا صغير يركب دراجة هوائية، وبعدين لما سألته: كيف بتسوق الدراجة؟ قال لي: أنا اتعلمت من طائر كان يطير بالدراجة. ضحك الأصدقاء وقالوا: هل الفيل كان يركب الدراجة؟ أجاب علي: أيوة، وكنت كل ما أقترب منه الدراجة تكبر وتصغر كأنها سحاب. فجأة ركب الفيل الدراجة بسرعة لدرجة إن الشجرة اللي كانت قدامه بدأت تجري وراه. قال أحدهم: ما هذا؟ الشجرة تجري؟ قال علي مبتسما: طبعا، الشجرة تعلمت الجري من النملة اللي كانت تلعب كرة القدم في الملعب. ضحك الجميع وقالوا: هذه تخاريف علي، ما في شجرة بتجري ولا نملة بتلعب كرة القدم. قال علي: أنا بقولكم الحقيقة، بس لو مش مصدقين تعالوا معايا الأسبوع الجاي، هنتلاقى مع الفيل والنملة في نفس المكان.
ضحك الجميع حتى تساقطوا من الضحك، ولم يفهم أحد من أين جاءت هذه التخاريف. تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا عشان نستمر.